كتير من الناس في حياتنا زي العطسة، لازم لما تتخلص منها تحمد ربك عليها. وأكتر منهم زي الفضلات، لما تتخلص منها تحمد ربك بشكل تاني وتقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. الناس في حياتك زي دولاب هدومك بالظبط. لما تتأمل دولاب هدومك هتلاقي حاجات صغرت عليك كتير ما تتمسكش بيها، ما بقتش مقاسك، اصرفها واتبرع بيها وسيبها لناس تانية تلبسها. الناس كده. فتش في دولاب علاقاتك هتلاقي ناس صغرت عليك، مش علشان انت بقيت متكبر عليهم، عشان قلوا في نظرك بمرور الوقت، يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، مناسبة بعد مناسبة، موقف بعد موقف. هتلاقي قيمة الناس في حياتك بتتغير. بعضهم يقع من ذاكرتك عادي، وبعضهم يقع من نظرك عادي، بس الأكبر هيسقط قيمته جواك لما تدور عليه ما تلاقيهوش، ولما تسمع كلامه ما تصدقوش، ولما تبص في عينه ما ترتاحلوش، لما تلاقي انه مش فرحان لنجاحك ومش مطمئن لوجودك ومش بيسعى لك زي ما انت كنت بتسعى.